أهلا بكم. معكم مروة صالح وشخصية مؤثرة. الملك الفيلسوف إخناتون نادى بالتوحيد وحكم مصر 17 عاما. عندما تولى إخناتون عرش البلاد وجد الأمور مهيئة بعض الشيء لعبادة إله الشمس وحده، ورمز له بقرصها الذي سماه آتون، وقال عنه إنه القوى الكامنة وراء هذا القرص، وإنه واحد لا شريك له. وبنى له معبدا في طيبة عاصمة الملك، فلم يغضب ذلك كهنة آمون را، لأن معبودهم آمون را يمثل إله الشمس أيضا. ولكن ما أغضبهم هو إصرار إخناتون على عبادة إله وحده وتحريم عبادة آمون وغيره من الآلهة. بنى إخناتون عاصمته الجديدة أخيتاتون في سرعة كبيرة، وكانت البيوت الأولى لعظماء الدولة. وبعد أن استقر المقام بهم بدأ توافد الصناع تدريجيا، ومن هنا ترى في هذه المدينة القصر بجوار الكوخ. حكم إخناتون 17 عاما ساءت فيهم أحوال البلاد اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، لأنه اهتم بنشر مفهومه الجديد للألوهية. رحل إخناتون ولم يعرف هل مات على فراشه أو تم اغتياله من المتآمرين. كنت معكم أنا مروة صالح، وإلى لقاء جديد وشخصية جديدة.